بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم في الاكسرسايز رقم 10. المفروض ان هو عايز يعمل ابلكيشن بالجافا سكريبت، بيتشيك من كلمة حضرتك دخلتها، بتشوف عدد حروفها متكرر من 2 ل4. لو تمام من نفس الحرف طبعا يبقى المفروض هيطلع لك true او false. على سبيل المثال انا دخلت A B C D E او D E على حسب ما حضرتك عايز، مفيش مشكلة. وجيت قلت لي انا عايز اتشيك ان الرقم او اسف الحرف اللي اسمه ايه ده متكرر من 2 لغاية 4 ولا لأ. لو الاتنين متكررة لو ال A متكررة من 2 ل4 المفروض بتطلع لي true. تمام بالشكل ده. طبعا أنا عندي هنا ال A 1 2 3، فهي نص تقريبا ما بين ال2 وال4. تمام. طب لو أنا جيت شفت السي، فالسي هتقول لي لأ، لأن السي المفروض متكررة مرة واحدة بس أو موجودة مرة واحدة بس، وهكذا. طيب أنا عشان أعمل الحركة دي فأنا المفروض أبدأ أفنط الوورد دي أو التكست اللي دخل لي ده. طيب المين اللي بيعمل لي التفنيطة دي اللي هي على هيئة الري بالشكل ده؟ اللي بيعمل لي التفنيطة على هيئة الاري بالشكل ده هو واحد اسمه split بالشكل ده. دي فانكشن عندي في الجافا سكريبت بتعمل لي التفنيطة على هيئة array. طيب مجرد ان انت بتحط لها كوتيشن فاضي بالشكل ده تبدأ ان هي تدخل كل حرف في اندكس عندك في الاري بتاعه. طيب بعد كده المفروض ان انت بتعمل لوبينج. ليه؟ لان انت عايز تمشي على كل حرف عندك في الاري وتتشيك هل الحرف ده مساوي للحرف اللي حضرتك دخلته ولا لا. تمام. فانت المفروض ان انت هتستخدم حاجة اسمها فلتر. هتقولي طب ليه ما استخدمتش الماب؟ هقولك ان الماب كانت فكرتها ان انت بتمشي على كل الاندكس الموجودة عندك في الاري وتعمل عليهم اكشن مرة واحدة. اما الفلتر هي بتديتكت سبيسيفيك كاركتر حضرتك بتدخله. بعد الكلام ده المفروض ان انت بتديتكت اللينس او الطول بتاعها، لو هو كان مساوي لل4 او اصغر او مساوي لل2 او اكبر المفروض بيطلع لك true او false. تمام. فانت المفروض في النهاية بتجيب اللينس بتاعها وفي الاخر بتحط الكونديشن بتاعك. لو كان الكاونت على سبيل المثال ده كله كاونت اللي انا عايز اطلعه. تمام. لو كان الكاونت اكبر من او يساوي الاتنين او اصغر من او يساوي ال4 المفروض ان هي بتتشيك بقى يا اما true يا اما false. طيب تعالى يلا بينا نعمل الفانكشن. هسميها is repeated على سبيل المثال بالشكل ده، يا رب اكون كاتبها صح. وهبدا ان انا اعمل يعني بارامتر كده. اول حاجه ادخل الكلمه بتاعتي، بعد كده ادخل الحرف بتاعي. هسميه مثلا البارامتر الاخر اللي هو ايه، اللي هو الكار. وابدا ان انا اعمل السكوب بتاعي كده كيرلي براكت. وبدام انا عملت كيرلي براكت في الارو فانكشن يبقى انا منتظر ان انا اشوف كلمه ريتيرن. طيب مش عايز ريتيرن يبقى انا هشيل كلمه او هشيل الاقواس بتاعتي بالشكل ده، وشرط عليا ان هو يكون سطر واحد. طيب انا هشيل ريتيرن دلوقتي وهعمل كونست لفار جديد او فاريبل جديد هسميه على سبيل المثال كاونت زي ما انا عملت هنا كده. وهقول ان الوورد بتاعتي دي اول حاجه انا عايز اجيبها، خلاص جبتها اهي. بعد كده عايز افنطها، فانا محتاج ان انا استخدم السبليت دي او هحطها، اعمل دوت وسبليت بالشكل ده. بعد كده المفروض ان انا عايز اعمل لوب بالفلتر. جميل. هاخد ده واعمل دوت واحط الفلتر عندي هنا. طيب الفلتر بتاعتك لو انت جيت قريتها هتلاقي ان هي محتاج ان انت تعمل فانكشن داخليه. طيب الفانكشن الداخليه دي بتبقى موجوده على هيئه يعني زي كده بارامتر، تبدا ان انت تعمل ارو فانكشن وتعمل عليها تنفيذ شيء معين. فكره الفلتر ان انت المفروض تمر على كل واحده وتتشيك هي عندها كم عدد مشابه ليها، يعني الايه عندها 1 2 3 شبه بعض. اذا هي لو هي ما بين الكونديشن ده المفروض هتطلع حاجه معينه. فانا هقول على سبيل المثال البارامتر بتاعي اللي هو str اللي هو كده كده الوورد، نفس الفكره. هقول ان البارامتر ده لو كان ال str مساوي للكاركتر، يعني الحرف ده هو الحرف اللي قبله، يعني الحرف مثلا ايه ده هو الحرف اللي قبله وده هو الحرف اللي قبله، فالمفروض معلش هات لي اللينس بتاعه وخزن لي كل الكلام ده جوه الفاريبل اللي اسمه count. تمام. طيب انا كده عملت ايه؟ كده عملت سبليت، بعد كده عملت فلتر عشان اتشيك ان الحرفين اللي موجودين في نفس الاري شبه بعض ولا لا، وفي النهاية جبت الطول بتاعه. طيب ريتيرن هيريتيرن ايه بقى؟ لو كان الكاونت بتاعي اللي انا لسه عامله اكبر من او يساوي الاتنين بالشكل ده،
and إذا كده في شرطين المفروض يتحققوا. الكاونت بتاعي أصغر من أو يساوي الأربعة، يعني ما بين الاتنين، يعني من أول الاتنين لغاية الأربعة، وهنا في and يعني الشرطين دول يتحققوا، المفروض هيطلع لي true أو false عشان ده condition ببوليان. طيب أنا أقول هنا console.log وهقول is repeated بالشكل ده، طبعا أنا كاتب هنا غلط، is repeated بالشكل ده، وابدا احط البارامتر بتاعي، او اسف احط هنا الوورد بتاعتي، وكوما احط البارامتر الثاني اللي هو الحرف اللي انا عايز اشوف هو متكرر قد ايه. هنا السي متكرر مره واحده بس، اذا هو مش في الكونديشن ده. طب تعالى نحط البي، هو متكرر 1 2، اذا داخل الكونديشن ده عشان انا قايل يساوي. طيب هشوف الايه، طيب الاي متكررة 3 مرات فهو بداخل الكونديشن. طيب لو انا عامل مثلا دي كده 3 4 5 واشوف الدي، طبعا هيديني فولس لان هو عدى الحدود بتاع الكونديشن بتاعي.